الاعدام. هاد الولد هذا شنو هاد الولد هذا؟ بغيت له الاعدام، خلاني وليدي محجور. بغيت له الاعدام، خلاني قلبي مكوي. داري الضوضة عيني، هذيك الضوضة عيني هذيك اللي داري. ضيعني بنتي ما نسمح له لا بالدار ولا بطاق الدار. قضية ديال اليوم صعيبة على القلب، وملي كتعرف تفاصيلها كتحس بحال موس دخل قلبك. جريمة صادمة واللي وقعت في مدينة طنجة، والضحية ماشي بحال أي ضحية فيها حكاية، فيها آلام، وفيها طعنة من أقرب الناس ليها. قصة جريمة حقيقية، وغنبداها لكم من الأول. البداية كانت مع محمد من بركان والزوجة ديالو رشيدة. عاشوا سنين مع بعضياتهم في طنجة، دوزوا أيام اللي زوينة، ولكن المشاكل ما كتستأذنش ووقع الطلاق. رشيدة خدات الحضانة ديال 3 البنيات، وقررت من هذاك النهار انها تكون الاب والام. كتفيق مع الفجر، تخرج تخدم، ما ترجع حتى تغيب الشمس باش توكل بنياتها وتكسيهم. وحتى محمد رغم الطلاق ما قطعش العلاقة، ديما حاضر ماديا ومعنويا. وسط هاد العائله اللي كتشبه بزاف العائلات المغربيه، كبرات بنيه صغيره سميتها شريفه، ولكن كلشي كيناديها منال. بنيه زوينه، قلبها نقي، ووجهها ديما فيه ضحكه، محبوبه من عند الناس كاملين. منال في سن صغيره جاها النصيب وتزوجات، وفي 2015 ربي رزقها بوليد، وكانت فرحتها به كبيره. ولكن الفرحه ما كملاتش، الخلافات بدات وما بقاتش هي وراجلها كيتفاهموا. طلقوا ورجعات لدار ميمتها وولدها في حضن، ولكن ما عمرها حسات بالوحده. رجعت وسط حضن ديال ميمتها وخوتها، وكل شيء كان كيساندها، حتى من محمد الاب ديالها كيسول وكيهدي كيصرف وكيحترمها. سنين دازت، منال ربات ولدها مزيان، وكان الحنان ضير بها من كل جهه. تجا العام 2023، في نهايه هذا العام تعرفت على واحد سميتو حماده، راجل في الثلاثينات من طنجه، كيتنقل من المغرب تركيا المانيا، وعاطي لراسو الطابع ديال رجل الاعمال في السياحه. كان راجل شكلا مقبول، كلامه معسول، كيشري ليها وكيهديها وخلاها تحس معاه بامان. وكان كيقول لها ديما انا بغيتك بالحلال، نعيشك اميره انت وولدك. ومنال من بعد طول انتظار وجرح ديال الطلاق حسات انها لقات الراجل اللي تقدر تعتمد عليه. شافت فيه راجل مسؤول ووافقت، وما كانش عارفه ان هذا القرار غيديها للهاويه. جا حماده لدارهم، جاب معاه والديه وتكلم مع ميمتها رشيده، وقال لها غادي نتهلا فيها وفي ولدها وما يخصها حتى خير، نعيشها اميره ونحطها فوق الراس والعين. رشيده ارتاحت لي ووافقت على الزواج. تحدد العرس، ولكن قبل العرس بايام جا حماده كيتشكى وتيقول تبلوكا ليا الكونت وخاصني 40,000 درهم باش نكمل التحضيرات ديال العرس. رشيده شافت حتى عيات ومشات جبدات الفلوس وعطاتهم ليه. العرس تقام، وكان يا لالا عرس ديال الاحلام. لبسات منال التكاشط والقفاطن وفرحات براسها، ضحكتها شقات السما والناس كاملين فرحوا ليها. من بعد الزواج منال مازال كتشوف حماده رجل طيب خدوم وطموح، كل نهار كيهز البيسي ديالو وكيخدم، تيقول ليها بلي كنخدم عن بعد. ومنال كتقول في خاطرها الحمد لله ربي عوضني. ولكن الريح بدات كتبدل الاتجاه. من بعد 3 شهور بداو كيبانوا حوايج كتخلي القلب يدق، علامات خايبه، اشارات اللي تخليك توقف وتسول 1000 سؤال. بدايه من رشيده اللي كتسول على فلوسها 40,000 درهم. في الاول كيواعدها باللي غيعطيهم ليها، من بعد ولا كيتهرب كيراوغ. سكتها ب20,000 درهم من نص. والشي الاخر كل مره كتسول كيدير بحال ما سامعهاش، حتى وصلت رشيده لدرجه انها سكتات وما بقاتش قادره تتكلم. وحتى منال لاحظت تغيرات كبيره في تصرفاته، ما بقاش كيهز البيسي، ما بقاش كيدوي على الخدمه. الالمان الطاليان مشات، ما بقى كيدير والو. كانوا كيسكنوا في دار الام رشيده، ما كيهز ما كيحط ما كيعاون في مصروف ولا في تقضيه والو، عايش معاهم بحال الضيف وداير راسو ما كيفهمش وما كاينش هنا عاد. انا جبته لداري وثقت فيه وسكنته عامين معايا وكل الطعام ديالي وغدر بيا. ولكن رشيده مرة اللي ديال الزمان دات وجابت في هذه الدنيا، وعارفه باللي الانسان يقدر يطيح في مشكل، ظروف صعيبه، ازمه كدوز، وباللي هذا الزواج ديال ديما ماشي ليله ولا نهار، والانسان خاصو يصبر. فكان ديما كتبرر افعال ديالو. شهر 2 3 وحماده باقي هو ما كيصرف ما كيهز لا خدمه لا ردمه والو. تيتي نيني في الاول هاني في تركيا، هاني
هاني في المانيا، هاني في الرباط. ولكن الحقيقه ما كاين والو من هادشي. كيدوي بزاف والخدمه الله يجيب، واللي زاد الطين بله كيمشي عند العائله وكيتسلف من عندهم الفلوس، مره من عند الاب مره من عند خواتاتها، وكل مره قصه في شكل. منال في هاد اللحظه بدات كتحل عويناتها وكتشوف باللي اختيارها فين وصلها. بدا الشك، بدا الخوف، كتسول راسها اشنو كيدير بهاد الفلوس كامله. في الاول قالت ياك ما مبلي ولا ياك ما كيعرف شي وحده، والحقيقه كانت مر مبلي ولكن بالقمر. اي ريال كيدخلو كيكون من نصيب القمر، وماشي غير هكاك، ولا كيغوت وكيرفع صوته في دار ماشي دارو وبكلام اللي ما يتقالش وسط الناس. الوجه الحقيقي بدا تيبان، والقناع ديال الملاك ونعيشك اميره ما بقاش صالح. حتى من الذهب اللي شرا ليها في العرس طمع فيه وباعو بلا ما يشاور. منال الزوينه الضحوكيه بدات كتطفى، كل نهار صداع مشاكل، حرفيا عايشه في القهره. قال لنا بلي غيديرها فوق الراس، اما الحقيقه دارها تحت الرجلين. الاب ديالها محمد حتى هو ما نجاش منه. حماده مشى عنده وخدا 13,000 درهم وقال له السيمانه الجايه غادي يكونوا عندك. لكن من بعد غبر، لا تليفون لا جواب لا اثار، كل شيء بدا كيشوف فيه نصاب وهي كتغلي حشمها وسط ناسها. في واحد النهار وصل الحماق الاخر ديالو، حماده سرق ليها التليفون. الاب ديالها ما سكتش ودخل على الخط، واجهه بكل شيء، راجل. حماده تلف، كيخرج وكيدخل في الهضره، كيراوغ من هنا من الهيل، لا ما شفرتوش لا ما هزيتوش غنردوا ليها كل شيء. كيشوف وتفرقعات الرمانه. حماده جمع حوايجو وخرج ساكت بلا ما يتلفت، ما عرفوه فين زاد. السيد هذا ديك النهار هذاك ملي ضربه جاب هضر معاه، هز حوايجو مشى في حالهم الدار ديالهم. 5 شهور هو في الدار ديالهم، من شهر 12 و1 و2 و3 و4 و5. منال بقات في دار ميمتها وهي كتحس في قلبها كيا، ما عرفات راسها باش تبلات. عند بالها تزوجات وغترتاح ولقات الراجل الظهر والسند. ساعه كواها وعما زاد الجرح كبر اكثر واكثر. تقطعات اخباره وتقول الارض بلعاتو، لا بريه لا تليفون. 5 شهور ديال الغياب دازت بحال الكابوس. من ديسمبر 2024 حتى ل 5 ماي 2025 الصمت كان سيد الموقف. 5 ماي حماده بدون سابق انذار وقف قدام الباب، عينيه كيدوروا، وجهه مخنوق بنظره ندم مصطنعه، وريحه الخضر ماليه المكان. قال ليها كلام بصوت مهزوز: منال بغيت نرجعوا ونتصالحوا ونرجعوا كل شيء كيف ما كان، انا ما قدرش نبعد عليك. منال كتسمع وبصمت، ولكن قلبها ما بقاش ساهل. سولاتو فين كنتي؟ جاوبها بجواب بحال كيحاول يقنع راسو: كنت ما بين كازا والرباط، كان راجع راسي، فكرت مزيان وندمت وبغيت نرجع ليك. ولكن منال هاد المره كانت واضحه معاه: تكري ليا بوحدي وتصرف وتهز المسؤوليه كراجل. حماده وهو كيتظاهر باللي راضي ما يكون غير خاطرك، نكري ونصرف وندير كل شيء. فعلا 12 ماي كرا ليها شقه مفروشه وقال ليها كريتها ب 3500 درهم وخلصت شهرين تسبيق. هالسوارز هالدار نبداو صفحه جديده. منال فرحات ومشات معاه في هالطريق، وما كانش عارفه بلي هالطريق بلا رجعه، ويا ريت لو ما مشاتش. وقصحات قلبها وقالت ليه لا. دازت الايام الاولى زوينه، 7 ايام ديال المشماش وسالات، والوجه الحقيقي رجع ورجعت معاه نفس التصرفات. الكذوب والنفاق ما كيصرفش. الفيلم من الاول وتعود، ومنال مازال ما فاهماش وكتحاول تلعب الدور ديال الزوجه الصبوره، وما عارفاش ان بعض الناس ما كينفعش تعطيهم فرصه ثانيه. 7 يونيو 2025 العيد الكبير، اب منال كيتصل بنيته يسول فيها ويبارك ليها العيد بصوت مديوم. جاوباتو حس باللي كاينه شي حاجه. قال ليها مالك؟ قالت ليه باللي ما كاين عندنا والو، حتى البوطه ما كايناش. الاب ما قدرش يصبر ومشى عندها، لقى الدار خاويه، ثلاجه كتصفر، جبد 300 درهم وعطاها ليها وقال لها هاني قضي بها وجيبي بها اشنو خاصك تيفوت العيد ويحن الله. الغد لي الباب كيدق وشي دقان اللي قاصحين. مول الدار كيسول على حماده فين هو، راه باقي ما خلصنيش، باقي عنده 2000 درهم والشهر جديد راه دخل، اشنو غديروا؟ غتخلصوني؟ غتخويو؟ منال وهي حيره في جليلها. سولاتو علاه ما عطاكش 7000 درهم وخلص لك شهرين ديال التسبيق؟ رد مول الدار ببروده وعليه ابتسامه ديال هادي ما فراسهاش ولا كيفاش. الدار كاريها ب 5000 درهم الشهر وعطاني 3000 درهم، باقي كنتسالو 2000 درهم والشهر جديد ها هو دخل. اشنو غديروا دابا؟ ما عمرك تخبي الشمس بالغربال، الحقيقه كتبان طال الزمان ولا قصار، غيجي واحد النهار وغتفتح. ومني واجهاتو حماده ما عندوش جواب، نفس الكذوب نفس النفاق نفس التمويه كيف ديما هادي عوايدو. منال باش تخوي على قلبها عيطات لختها وبدات كتشكي وكتعاود ليها حالها وفين وصلات، وقالت ليها بالحرف ما نقدرش نكمل معاه، باقي هو ما تبدلش، بغيت نرجع
لدارنا عند امي. بيت ليله كامله كتهضر معايا من 11 د الليل حتى ل 4 الصباح. حماده كيسمع لكل شيء وكل ما هي كدوي وهو كيغلي من الداخل. سالات كلامها مع اختها ودخلت تنعس. حماده مشى للكوزينه وعيونه عامرين بالحقد. هز بوديزه ديال الزيت 5 ايطرو، خواها كامله في الطنجره كبيره وشعل عليها العافيه وخلاها تغلي 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 حتى ولات نار على نار خارجه من الجحيم. ومن بعد بلا تردد هز هذاك الجحيم في يديه ومشى لبيت النعاس فين منال ناعسه وما جايبه الدنيا اخبار، وخوا هذاك الزيت من راسها حتى لرجليها حتى تسلقات كامله، الجلده ديالها كتقشر. منال دخلت في هستيريا كتغوت وكتصيح باعلى صوت. الصوت ديالها خلى الحي كامل يفيق. الجيران بداو يهبطوا كيضربوا في الباب. حماده حليهم ببروده وخلاهم يدخلوا ويشوفوا اشنو دار. منال فوق الفراش كتغوت وكتعذب وهو كيتفرج فيها. واحد من الجيران عيط لباها. محمد جا كيجري قلبه طيح مسكين. عيطوا البوليس الوقايه المدنيه جابوا الاسعاف حزوها وجروا بها المستشفى. ولكن كانت النهايه الحروق من الدرجه الثالثه والضرر كان كبير. منال ما قدرش تصبر مول الامانه دا امانته. خلات من وراها عائله مكلومه، اب مجروح والام ربي اللي عالم بها وولدها اللي تيتم وهو باقي صغير. الجريمه هزات الحي هزات طنجه كامله. الناس بكاو وناس تصدموا وناس بداو تياكلوا في لحمها. قالوا حماده ماشي مغربي، قالوا تركي. هو في الحقيقه من طنجه، تولد وترعرع هنا وكان كيسافر بزاف لتركيا. قالوا باللي خانته وحصلها وانتقم منها. شي قال باللي مريض، شي قال باللي مسحور، كل واحد كيزيد من عنده. ولكن الاهل ما قدروش يسمعوا هذا الشيء كامل وبقاو ساكتين. تكلموا ووضحوا الحقيقه، الاب من جهته والام من جهتها. وحتى انا في هذه اللحظه كنوضح وكنبين الحقيقه القصه من الاول، لا زياده ولا نقصان. ويا ريت العداله تاخذ مجراها. حماده هرب، خذ الكار من طنجه وبغى يفلت منها، ولكن الشرطه كانت اسرع منه. تبعات خطواته وشدوه في تطوان. وفاش شدوه كيف عوايده ما بدل والو، كيبرر وكيكذب. قال باللي ما كانش في وعيه، قال باللي غلط وباللي هذيك لحظه غضب وهذيك مرتي كنبغيها وكنموت عليها وما يمكنش ناديها. ولكن الواقع هو خطط، سخن الزيت ووقف حداه حتى غلا الزيت وهزو بيدي وهو برجليه مشى للبيت وكبوا عليها من راسها لرجليها وبقى واقف كيتفرج وهي كتعذب وكتلوى وما عيطش للاسعاف. لا، الناس اللي عيطات الاسعاف يا ريت لو كان عيط ممكن كان يعتقوها. شكون عرف بكى عليها قدامهم وبحرقه وقال باللي ماشي متعمد. والدموع هكذا كراكب كينزلوا من وجهه، ولكن فين عمر الدموع كانوا دليل ديال البراءه. ياك ما نفكركم في التمساح، وماشي بعيد اصلا يكون هو راجع من بعد هاد المده كامله غير باش ينتقم.